السلام عليكم، كي راكم دايرين احباب؟ اليوم جيت نديرلكم تشيز كيك بالطريقه الاسبانيه، طارطه اسبانيولا، طارطه دي كيسو اسبانيولا. المكونات عندنا 100 وشويه تاع 120 غرام تاع زبده، 3 مغارف سكر، فرماج تاع القابصة، كيسو بلانكو اوريجينال، عندنا جيلاتين، عندنا وحدة تاع كاطو لي كاين اللي في البلاد تقدر تستعملو بيمو نورمال، وعندنا الناطا مونطا دي باطير. انا غادي نستعمل زوج اللي هي كريم فريش ليكيد، كريم فريش. نبدو على طريقة الله. بسم الله. هنا نجيبو الروبو تاعنا، واللي يحب يكسره بيديه يفتو بيديه نورمال، تفتوه غاية. هنا بعد ما كسرت شوية البسكويت نديرو في الروبو تاعنا. بسم الله. نزيد نديرو 120 غرام تاع الزبدة ذوبتها ونفرغو فوقها. ونمسكلوهم، نخلطوهم بدا من مليح. هنايا غير باش تلملنا البسكوي تاعنا، غير يكون مرمل باش ترجعوه، ما تسقوش بزاف بالزبده، تا غير يترمل لنا نحبس. رايح نطحن البسكوي مع الزبده ونرجع لكم. هنا بعد ما خلطنا البسكوي تاعنا مع الزبده، نجيبو المول تاعنا نفرشوه بورق الزبده، ندهنو الجوانب وندهنو تاني هنايا في الوسط، ونفرغو البسكويت تاعنا. هكدا هكذا نفرشوه. نفرشوه مليح. نجيبو مغرفة نعبزو مليح هكدا. هذه طارطة اسبانيولا دي كيسو ساهلة ماهلة. هذه بلا فرن، هذه غادي نديرها لكم انايا بلا فرن.
كاين اللي طيب في الفرن كاين اللي لا. انا نديرها لكم اقتصاديه بلا فرن. هنايا راني استعملت الجيلاطين الخطره الجايه نديرها لكم بلا جيلاطين ان شاء الله. هكذا نعبزها مليح. انا استعملت انا غير وحده بسكوي. هنا اللي بغا يستعمل وحده ونص يستعمل وحده ونص. انا مبغيتش نديرها غليظه بزاف بسكوي. وهنا تقدروا تاني تستعملوا الكاس هكذا، تستعملوا يديكم. انا بعد ما فرشتها رايح نديرها في الفريجيدير نخليها حوالي ساعه. نروحوا للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه تجيبوا 2 أكواب ماء بارد ولا كوب، هكذا. نحطو الجيلاطين تاعنا 12 وحده، نحطوهم في الماء البارد ونخلوهم على جانب. 12 وحده، 12 قطعه في ماء بارد ونخلوهم على جانب هكذا. نروحو درك نحضرو الكريمه تاعنا تاع الفرماج. نحضرو كريم كريمه تاع الباتيسري عفوا تاع الفرماج. نديرو 2 كريم فريش، هكذا. نعطى مونطار، زوج هكذا يكونوا صغار. 3 سكر مغارف سكر كبار. والكيسو تاعنا الفرماج تاعنا. انا استعملت فرماج ناتورال، كل واحد وكيفاش يحب. هي من احسن ناتورال ولا اللايت. كيسو نخلطو هكذا مليح ونخلوهم ونضعوهم فوق الفرن على نار هادئة. نديروهم فوق الفرن على نار تكون ناقصة بزاف. هنايا بعد ما وضعتها فوق النار منخفضة نبقاو نخلطو حتى يذوب لنا الفرماج تاعنا وتعقد لنا. نخلوها على النار منخفضة هكذا، نبقاو نخلطو حتى تعقد لنا ويذوب لنا الفرماج كامل. هنا بعد ما ذاب لنا الفرماج تاعنا نصفوه من الماء الجيلاطين تاعنا هكذا. راني نقصت الماء قبيلات ونديروهم هنايا الكسرونات تاعنا ونخلطو. نخلطو حتى يذوب لنا الجيلاطين كامل. هنا بعد ما ذاب لنا الجيلاطين تاعنا مشيت نخلوه يعقد هكذا صافا هكذا. نخلوه
نطفوه على النار ونخلوه على جنب حتى يتفنى، ورانا رايحين نقلعو البسكويت تاعنا ونفرغوه في المول تاعنا ان شاء الله. بعد ما بردنا البسكويت تاعنا خلينا ساعة، وهنايا الكريمة تاعنا تاع الفرماج راهي سخونة، نفرغو هكذا. نخلوها برا حتى تبرد لنا، وندخلوها في المجمد ولا في الفريجيدار نورمال حوالي 6 دقائق حتى 7 دقائق، واللي حاب يخليها 12 ساعة تنغلب ان شاء الله، هذه حاجة مليحة. رانا رايح ندخله في المجمد بعد ما يتماسك، نخرجوه ونزينوه بالفراولة. هنا بعد ما كان عندي الفراز كنت محتفظ به في الكونجيلاتور، راني خرجته درتو في كسرونة، درت شوية 2 مغارف حتى 3 مغارف كبار تاع الماء، درته فوق النار قد ما بدا يغلي طحنته. كامل الفراولة تاعي غادي نفرشها كاملة ونديرها في المجمد، ومن بعد نتلاقاو في التفصيل ان شاء الله. هو التشيز كيك تاعي واجد. انا ما لازم نخليه النهار كامل في المجمد، ما درتوش في المجمد، درتوه في الفريجيدار خليها ساعة كيما هكذا. وهذه هي الطارطة دي كيسو المعروفة عند الإسبان. رايح نقطع وحدة، عندي جاني قطعت، رايح نسيي وحدة قدامكم. هيا جات ما شاء الله روعة. لازم نخلوها في المجمد ليلة كاملة. هذه هي الطارطة دي كيسو تشيز كيك المعروف عند الإسبان. جات روعة، ندوقوها كيفاش جات. لا لا ما شاء الله، ان شاء الله تعجبكم هذه العروسة تاعي، وما تنسوش دعموني بابوني ولايك، ونتلاقوا في العروسات جديدة ان شاء الله. السلام عليكم.